في رجل اعمال اسمه محمد الفايد اتوفى يوم 31 اغسطس اللي فات، والراجل ده كان يعتبر واحد من اقوى رجال الاعمال في بريطانيا واكثرهم تاثيرا وشهره هناك. فيا ترى ايه هي قصه الراجل ده؟ معاكم محمد طلعت وده مستر ماني. في سنه 2016 تم الاعلان عن مسلسل اسمه ذا كراون من انتاج شركه نتفليكس، والمسلسل ده كان بيحكي عن حياه العائله الملكيه في بريطانيا. وكان المشهد الرئيسي لترويج المسلسل ده هو القاء جمع ما بين الاميره ديانا زوجة الملك تشارلز واللي كان ولي عهد بريطانيا وقتها، واللي بقى الملك الحالي لبريطانيا بعد 70 سنه كامله من حكم الملكه اليزابيث. المهم ان المشهد ده جمع الاميره ديانا مع راجل اعمال مصري من اسكندريه قاعد بمنتهى الثقه وبيهزر مع الاميره ديانا بمنتهى الروقان وخفه الدم اثناء مشاهدتهم لواحد من سباقات الخيل المشهوره الموجوده في بريطانيا. والراجل ده بقى واللي اسمه محمد الفايد هو بطل قصتنا النهارده. محمد الفايد اتولد في راس التين في اسكندريه وتحديدا يوم 27 يناير من سنه 1929، وكبر ونشأ في اسره فقيره. الاب كان بيشتغل مدرس بسيط، ولان ظروفه ما كانتش احسن حاجه بدا ان هو يشتغل شغلانات كتيره والدنيا تخبط فيه ويخبط فيها، زي كده ان هو يشتغل عتال في مينا اسكندريه ويبتدي ان هو ينقل الشنط والبضائع من مكان لمكان تاني، وبعدها بفتره يبدا ان هو يبيع مكن الخياطه. وساعتها كان في نوع مشهور جدا من المكنات دي في مصر وكان اسمه زنجر. محمد كان شخص ذكي وطموح جدا، واثناء شغله في بيع مكنات الخياطه بدا ان هو يتعرف على صحفي مشهور جدا وقتها وكان اسمه مصطفى امين، ونشأت علاقه صداقه قويه جدا ما بين محمد ومصطفى خلت محمد الفايد يطلب من مصطفى ان هو يدور له على عقد عمل في السعوديه. وفعلا مصطفى قدر ان هو يساعد محمد ان هو يسافر السعوديه، وده من خلال علاقته براجل الاعمال السعودي المعروف وقتها عدنان خاشقجي، واللي كان مصطفى امين متجوز من اخته المنتجه السينمائيه سميره خاشقجي. ومن هنا تبدا القصه الحقيقيه لمحمد الفايد، لانه بعد ما دخل حياه مصطفى امين بوقت بسيط سميره علاقتها اتوترت بمصطفى امين وطلبت منه الطلاق. وفعلا بعد ما حصل الطلاق من مصطفى امين سميره قررت ان هي تتجوز محمد الفايد بعدها بفتره بسيطه جدا، وتحديدا في سنه 1954. ومن هنا بقى اتفتحت ابواب الحظ لمحمد الفايد. عدنان خاشقجي اخو سميره كان عنده شركه استيراد في السعوديه اسمها مؤسسه النصر للتجاره والصناعه، والشركه دي كانت بتستورد الاساس والادوات المكتبيه من مصر اللي كانت معروفه وقتها بجودتها في الصناعه دي. ساعتها قرر عدنان ان هو يشغل محمد الفايد معاه ويخليه يتابع الشغل من مدينه جده مقابل نسبه من الارباح وهي 10%. وبعد التوقيت ده بسنه محمد وسميره خلفوا ابنهم الاول عماد الدين، واللي اتشهر في بريطانيا بعدها باسم دودي الفايد، وده قبل ما يموت هو والاميره ديانا في الحادثه المشهوره اللي حصلت لهم مع بعض اللي كانت بتربطوا بيها قصه حب كبيره ومشهوره جدا على مستوى العالم كله. المهم ان جواز محمد الفايد وسميره ما استمرش كتير، وقرروا ان هم ينفصلوا في سنه 1958. وممكن انت تستنتج اللي حصل بعدها مباشره. خلافات ما بين محمد الفايد وعدنان خاشقجي اخو سميره خلتهم يوقفوا الشغل مع بعض وكل واحد يروح لحاله. محمد ساعتها كان كبر ووقف على رجله وعمل شركه في مصر سماها شركه الشرق الاوسط للملاحه والنقل البحري، والشركه دي برده كانت بتشتغل في مجال النقل البحري للسفن وقريبه جدا من مجال الاستيراد والتصدير اللي محمد كان متعود عليه وعنده خبره كبيره جدا فيه. لكن الحظ ما فضلش مكمل معاه، لان الرئيس جمال عبد الناصر قرر ان هو يامن مجموعه من الشركات في سنه 1961، ومن ضمن الشركات دي بقى كانت شركه الشرق الاوسط للملاحه بتاعت اخونا محمد الفايد. ساعتها قرر محمد الفايد ان هو يهاجر من مصر للابد ويبيع كل ممتلكاته ويروح على بريطانيا ويبدا من جديد هناك. ومن بريطانيا بدا ان هو يتجه لمجال مختلف تماما وهو العقارات. الراجل الحقيقه كان كاريزما بشكل مش طبيعي، واثناء فتره شغله في السعوديه كان قدر ان هو يكون علاقات صداقه مع حكام وسياسيين من دول كتير، ومن ضمن الحكام دي بقى كان الشيخ سعيد بن راشد آل مكتوم، وكان حاكم دبي وقتها اللي لعب دور كبير جدا في تطوير دبي في السبعينات خصوصا بعد حصولها على الاستقلال من بريطانيا. ومحمد بقى شارك من خلال شركات انجليزيه كبيره في بناء مركز دبي التجاري وميناء راشد والحوض الجاف لاصلاح السفن. وبعد ما قدر ان هو يجمع مبالغ ضخمه من شغله ما بين دبي وبريطانيا اشترى 20% من اسهم شركه الانشاءات البريطانيه كوستين، وده اللي اهله فعليا لدخول عالم رجال الاعمال الحقيقي هناك. وبعدها بدا من خلال شركته الجديده دي ان هو نفسه اللي ينفذ اعمال الانشاءات سواء في دبي او في بريطانيا. وفضل البيزنس بتاعه يكبر لحد سنه 1975. وقتها كان في فندق شهير جدا في فرنسا وكان اسمه ريدز وكان على وشك الافلاس، فقرر محمد واخواته ان هم يشتروا الفندق ده مقابل 30 مليون دولار، وبعد ما اشتراه صرف على تجديده حوالي 250 مليون دولار كمان. والحقيقه ان علاقاته كانت بتزيد بشكل كبير جدا مع الوقت وطموحه كمان كان اكبر واكبر، ده غير انه كان صياد من النوع التقيل، وده اللي خلاه يقدر يستحوذ على سلسله متاجر اسمها هارودز وكانت مشهوره جدا في لندن وقتها. والكلام ده حصل تحديدا في سنه 1985، والكلام ده حصل بعد حرب شرسه جدا ما بين الفايد واخواته الاثنين علي وصلاح الدين من جهه وراجل اعمال انجليزي مشهور جدا اسمه تيني رولاند. سلسله المتاجر دي بقى كانت المفضله عند العائله الملكيه في بريطانيا واغنى العائلات الملكيه في العالم كمان. وهنا كان بدا كلام كتير جدا يطلع عن محمد الفايد وثروته، وان الفلوس اللي اشترى بيها متاجر هارودز دي واللي هي 615 مليون جنيه استرليني ما كانتش فلوسه من الاساس، وان هو اشترى سلسله المتاجر دي بالوكاله عن سلطان بروناي حسن البلقيه، واللي كان بتربطه بيه علاقه صداقه قويه جدا وقتها. وبالمناسبه سلطان بروناي كان بيتحكم في ثروه تتعدى ال 25 مليار جنيه استرليني وقتها، وكانت موجوده كلها في انجلترا وتحديدا في مدينه لندن. ومحمد الفايد لعب دور محوري في انقاذ الجنيه الاسترليني في الثمانينات من خلال علاقته بسلطان بروناي اللي كانت قيمته عماله تقل قصاد الدولار باستمرار مع تخلي الدول تدريجيا عن الجنيه الاسترليني واتجاههم لاستخدام الدولار في معظم معاملاتهم التجاريه. والازمه دي كانت حاصله ما بين سنه 1980 لحد سنه 1985. ساعتها وتحديدا في 25 يناير سنه 1985
الاسترليني، محمد الفايد حضر اجتماع ثلاثي ما بين رئيسة وزراء بريطانيا وقتها مارجريت تاتشر وسلطان بروناي حسن البلقية وهو شخصيا، ولعب دوره الوسيط في ان هو يقنع سلطان بروناي حسن البلقية ان هو يخلي فلوسه في بنوك لندن زي ما هي بالجنيه الاسترليني، لا وكمان يحول جزء اضافي من ثروته اللي بالدولار لجنيه استرليني، والكلام ده نجح ان هو يحافظ على قيمة الجنيه الاسترليني من التدهور الرهيب اللي كان بيحصل وقتها. محمد الفايد قدم فعليا طوق النجاة لواحدة من اكبر الازمات الاقتصادية اللي عاشتها بريطانيا في التاريخ الحديث، وفضلت الشائعات تطارد الفايد عن ثروته طول حياته. في اللي قال ان هو بدأ حياته بتجارة السلاح مع رجل الاعمال السعودي عدنان خاشقجي، وان الاستيراد والتصدير ده كان مجرد واجهة لبزنس السلاح. وفي اللي قال ان كل العلامات التجارية اللي اشتراها محمد الفايد كانت ملك اصلا لسلطان بروناي، وانه كان مجرد وسيط بياخد عمولة على كل صفقة شراء جديدة. لكن الاكيد ان محمد الفايد كان رجل الاعمال الاشهر على الاطلاق في بريطانيا وقتها، خصوصا بعد ما قدر ان هو يكون علاقة صداقة قوية جدا مع العائلة الملكية هناك، وخصوصا الاميرة ديانا اللي اتعرفت ساعتها على ابنه دودي الفايد، وتكونت ما بينهم قصة حب العالم كله اتكلم عليها بعدها. وده بعد ما الاميرة ديانا ودودي الفايد ماتوا في حادث سير مع بعض، وقال عليه محمد الفايد ان هو حادث سير مدبر بغرض قتلهم، وقال ان الكلام ده اتعمل عشان خاطر يمنعوا ديانا من ان هي تخلف طفل من واحد مصري مسلم وما بيتمتعش بالدماء الملكيه الانجليزيه، والكلام ده طبعا كان مرفوض تماما هناك. وقصه الفايد فيها تفاصيل كتير جدا يمكن نتكلم عنها بالتفصيل بعد كده، لكن اللي اقدر اكده ان الراجل ده فضل وهيفضل مثير للجدل حتى بعد وفاته في 31 اغسطس اللي فات وعمره 92 سنه. والغريب ان تاريخ الوفاه ده بيوافق نفس تاريخ الوفاه بتاع ابنه دودي الفايد والاميره ديانا اللي توفوا في 31 اغسطس سنه 1996. والراجل ترك ثروه بعد ما مات بتقترب من حوالي 2 مليار دولار. وكالعاده هننهي الفيديو بتاعنا بسؤال: هل تعتقد ان ثروه محمد الفايد دي جت كلها او جزء منها بطرق غير مباشره ولا لا؟ يا ريت تشاركونا بارائكم في الكومنتات. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.